وفعلا القانون اليوم سواء القانون ديال الكراء ديال السكن او الكراء المهني لازم العقد يكون مكتوب، اجباريه كتابه العقد. وهنا ما كاين لا ديماغوجيه لا حتى شي حاجه، ما عندنا فيها حتى شي، ما عندنا حتى كسر، ما عندنا حتى مصلحه باش نقول للناس لا ديروا العقد مكتوب راه مزيان لكم وحنا تنكذبوا. لا، راه تيضمن الحقوق ديال المكري، يعرف الواجبات ديالو، والمكتري تعرف الحقوق ديالو والواجبات اولا. ثانيا تيستافدوا بجوج من تطبيق القانون الجديد اللي كيطبق على الكراء ديالهم، سواء كراء السكن او كراء المهني او التجاري او الحرفي. اذا خصهم يديروا العقد، ولكن في بعض الاحيان سواء الناس اللي قبل ما يدخل هذا القانون حيز التطبيق كانوا دايرين عقود كراء ولكن ما مكتوباش، يعني كاينه علاقه كراء بين المكري والمكتري ولكن ما مكتوبش العقد، ما دايرينش العقد. او من بعد هذا القانون ارتأوا انهم ما يديروش العقد مكتوب، ودخل على الدار وبدا يخلص الكراء وعطى التسبيق وعطى الضمان وغادا الامور مزيان. اذا ما عندوش عقد اللي كيحميه. وبالاضافه لهذا الشيء ملي كيجي عند المكري يقول له اعطيني عقد الكراء في التالي ديال الشهر ملي كيخلصوا، تيقول له لا الله يخليك انت كتعطيني الكراء انا ما نعطيكش بلا ما نعطيك التوصيل صافي بيني وبينك. علاش هادشي كله؟ باش خايف لا تحسب عليه بانه كرا دارو وبالتالي غيخلص الضريبه على الدخل من سنه لسنه، يعني غيخلص واحد المبلغ الضريبه. اذا هادشي كنهربوا من الضرائب باش ما يعرفوش اداره الضرائب من نكاري. وهذا الشيء راه ماشي معقول وماشي قانوني وماشي اخلاقي. انا غنكري اذا نصرح بالكرا ديالي باش ناخذ الحقوق ديالي وباش نقدر نخرج عينيا في الاداره. خصني ندير الواجب ديالي. واش انا كنتملص عباد الله من المسؤوليه ديالي وغادي نمشي نقول الاداره عطوني حقوقي وانا بعدا مازال ما احترمتش الواجب ديالي؟ وانا تنقولها دائما راه الحق ما تيمكنلوش يمشي بدون واجب، كاين الواجب وكاين الحق. اذا ندير العقد ديالي. اذا اللي نفرض المكري ما بغاش يعطيه التوصيل وما دايرش معاه عقد، فخصو المكتري يعرف بانه في اي وقت يمكن ذاك المكري يقول له راك ما عمرك خلصتني الكرا. وهذا الشيء راه وقع بزاف ديال الناس اتصلوا بينا اللي تيقول لك هذه 3 سنين وانا كنخلص الكرا وفي التالي راه نكر ومشى للمحكمه ودار الافراغ ودار الاداء وقال لك سيدي هذه 3 سنين ما خلصوش الكرا وانا راني كنخلصوا الكرا وحق سيدي ربي لان كنخلصوا الكرا. ولكن الاخر ما عندوش، ما عطيكش توصيل. اذا ما عندكش باش تثبت امام المحكمه وقانونيا بانك خلصتي الكرا. اذا هذا خطر كبير على المكتري. اذا شنو يمكن له يدير؟ شنو الامور باش يمكن له يعالج هذه النقطه؟ هو باش ما خداش التوصيل على الاقل ما يعطيهش الفلوس الكرا نقدا، ما يعطيهالوش في يديه، يعطيه شيك او يدير له تحويل على الحساب البنكي باش يبقى عنده اثار ديال انه خلص الكرا. اذا يعطيه شيك يمشي يتخلص منه، او لا يدير له تحويل من حساب بنكي الى حساب بنكي، او لا يصيفط له ماندا عن طريق هذوك الوكالات اللي كيديروا ديال تحويل المبالغ. ها هو سيدي كل شهر وبنفس التاريخ ها المبلغ وها التاريخ، ها المبلغ ها التاريخ، كل شهر ها المبلغ ها التاريخ، باش على الاقل نهار ينكر يكون عندي هذه النقطه هذه. رانا غدا ان شاء الله غادي نتكلموا على بغيت العقد ولكن السيد اللي كاري لي وانا كاري عنده شحال هذه ما دارش معايا العقد وما بغاش يدير معايا العقد. اشنو يمكن لي ندير؟ اليوم هضرنا على التوصيل، غدا نتكلموا على العقد ان شاء الله.